تاريخيا كيف تصنف هذه المباراة وحجمها في تاريخ مولودية الجزائر وأهميتها؟ لا أنا نقدر أقول لك هذه من بين أهم 10 لقاءات تاريخية خاضها فريق مولودية الجزائر منذ الاستقلال، لأنه لقاء حاسم، لقاء مصيري راح يسمح له بالتتويج باللقب رقم 9. أنا أقول لك هذا من بين يعتبر نهائي. المولودية لعبت 10 نهائيات في كأس الجمهورية، أنا نقدر نقول لك هذا كذلك نهائي، كان نهائي اللي لعبته في 99 أمام شبيبة القبائل وتوجت مولودية في وهران في ملعب زابانا. اليوم كذلك راح يكون نهائي من أجل الحسم. هذا لقاء أنا لو كان يكونوا 10 لقاءات تاريخية، هذا راح يكون من بين 10 لقاءات تاريخية خاضها عميد الأندية الجزائرية. إذا تحدثنا عن الأسماء وأفضل اللحظات في هذا الجيل اللي راهو مرشح للفوز بالدوري، من هي أقوى الأسماء وما هي أقوى لحظات هذا الموسم؟ لا أنا نقدر نقول لك منذ بداية الموسم مولودية الجزائر كانت تلعب من أجل الحفاظ على لقب البطولة، كانت تلعب رابطة أبطال إفريقيا، كانت لعبت دورين تمهيديين، دخلت في دور المجموعات، نشطت ربع نهائي، لعبت كأس السوبر، لعبت كذلك لقاء الكأس أمام شباب بلوزداد لقاء الدور 16. نظن اللاعبين منذ بداية الموسم كانوا كما يقولوا كانوا دون لو بان، كانوا في رتم تصاعدي، وهذا الرتم التصاعدي يجيبوه توالي اللقاءات المهمة. اللاعبين منذ البداية هم في نسق اللعب. عندهم نجوم كلهم. لا انا ما نقولكش نجوم، نقدر نقول لك ما هي ابرز الاسماء؟ ممكن تكون في الاداره، ممكن تكون في الفريق الفني والتقني. ما هي الاسماء التي تقدر تشوفها انها برزت هذا الموسم؟ لا هي نقدر نقول لك الاسماء، اداره الفريق اللي وضعت الفريق في احسن الظروف، اللي وفرت كل الظروف باش الحق الفريق اللي راهو يلعب اليوم لقاء حاسم من اجل البطوله. الشطر الاول كان بمدرب فرنسي اسمه باتريس بومال، الشطر الثاني كان تقريبا بمدرب تونسي، هذو كذلك مدربين مختلفين الجنسيه، فرنسي وتونسي. واللاعبين كذلك اللاعبين بقياده ايوب عبد اللاوي، بقياده حليميه، بقياده نعيجي وتابتي وبن خماسه، وما ننساوش الوافد الجديد في الميركاتو بنغورا اللي نصب نفسه نجم للفريق ونجم لهجوم مولودية الجزائر بتسجيله 7 أهداف منذ قدومه. هذا شيء ما شفناش منذ سنوات طويلة جدا في البطولة الوطنية. لاعب يجي في الميركاتو يبرز بدون مقدمات، يدخل مباشرة في المجموعة ويسجل ويتألق ويصبح حديث ساعة. الكل حتى اللي ما يناصرش مولودية الجزائر أصبح يتكلم على بنغورا وما يفعله بنغورا. لا لاعب رائع. أنا أقول لك هذا اللاعبين الأفارقة والأجانب اللي نحتاجوهم في البطولة الوطنية، اللاعبين اللي يقدموا الإضافة، ماهمش اللاعبين اللي يجي يلعب موسم كامل وهو في دكة احتياط أو على المدرجات ويتقاضوا مبالغ خيالية. الأحسن والأرجح المبالغ هذيك تروح للشبان اللي هما الأشجر لحمل ألوان هذه الفرق.